السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أعرفكم إزاي تتخلص من الشخصيات دي من حياتك. ليه بعض العلاقات بتنتهي بسرعة، سواء زواج أو صداقة أو حب أو أي نوع من أنواع العلاقات؟ السبب الوحيد خلل في العطاء النفسي والعاطفي والفطري. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الجزاء الإحسان إلا الإحسان. صدق الله العظيم. يعني حضرتك بتقدم الاهتمام والاحترام وجبر الخاطر والتقدير والعطاء، وبتترجم كل المعاني الجميلة دي لأفعال وأقوال. بالمقابل الطرف الثاني بيكون على نفس المستوى في المعاملة، بل أكتر. هو ده الإنسان الطبيعي، السوى الصحيح نفسيا، المكتمل، الناضج عقليا، اللي بيمتلك أبعاد شخصية. أما لو الطرف الثاني حول حبك وتقديرك واحترامك لأشياء مكتسبة مش ملزوم يردها، وبيترجم معاملتك بصورة تجاهل واستغناء وجفاء، اعرف وتأكد وثق إنك أمام شخصية مختلفة نفسيا ومختلفة فكريا ومريضة بالنرجسية السامة، ويشعر بالنقص الشديد بداخله. وإن تظاهر أمام الناس بصورة غير صورته الحقيقية، ده ممكن يدمرك نفسيا ويدمر حياتك. الحل إنك تتحول فورا على طول من قول الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إلى قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم. يعني علاج التجاهل والاستغناء بالكلية وكأنه مش موجود في الدنيا، وده كلام ربنا سبحانه وتعالى. ولو حضرتك تهمه هيعرف قيمتك ويرجع يغير طبعه وشخصيته. أما لو ظل في نجرسيته المريضة والنقص اللي بيحاول يكمله منك بصورة التجاهل والاستغناء، كده كسبت نفسك ببعده عنك واستريحت وأرحت وطبقت قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وأهجرهم هجرا جميلا. صدق الله العظيم. بدون أذى أو غلط. وللأسف أن بعض الناس بتتعلق بالشخصيات النرجسية دي، وبعد كده بتشكي وتدفع الثمن من حياتها. وبس كده المعلومة انتهت. ما تبخلش بقى بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وصلى على النبي في قلبك، وإلى اللقاء.